كن صحي. صحصوح سهلها عليك. سباجيتي بالصلصة البولونية مع كرات اللحم. المقادير: 500 جرام لحم مفروم، 500 جرام سباجيتي من القمح الكامل، حبة بصل مفروم، نصف كوب جبنة قشقوان قليلة الدسم، كوب بقدونس مفروم، زيت طهي خفيف بخاخ، رشة لكل من الملح والفلفل الأسود، ربع ملعقة شاي من البهارات الإيطالية، الصلصة البولونية، حبة طماطم مقطعة، فص ثوم مهروس، ملعقتين طعام كبيرة من معجون الطماطم، زيت طهي خفيف بخاخ، ربع كوب ماء، رشة لكل من الملح والفلفل الأسود، ملعقة شاي من البهارات الإيطالية. يوضع اللحم والبصل والبقدونس والجبن في وعاء، ويتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والبهارات الإيطالية ويقلب جيداً. تشكل من الخليط كرات متوسطة الحجم وتوضع جانباً. ترش مقلاة بزيت الطهي وتقلى فيها كرات اللحم على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبياً. نضع السباجيتي في ماء مغلي مملح ويطهى حسب تعليمات العبوة أو حتى يصبح طرياً من الخارج وقاسياً بعض الشيء عند المضغ. نرش المقلاة بزيت الطهي ثم نضع الثوم ويقلب على النار لمدة دقيقة واحدة، ثم نضيف الطماطم ومعجون الطماطم والملح والفلفل الأسود والبهارات الإيطالية. نضيف ربع كوب ماء تدريجياً إلى خليط الطماطم ويترك على النار مدة 20 دقيقة مع التقليب حتى تتكون لدينا صلصة كثيفة. نضع كرات اللحم الواحدة تلو الأخرى ثم تخلط مع السباجيتي وتقدم.